السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا طبعا عارفين ان بعد حالات جدر القرود، عارفين في حالتين من جدر القرود جداد معانا، والتعليم بتكشف حقيقة تقديم موعد امتحانات الترم الاول. المصدر زي ما انتم شايفين القاهرة 24. طبعا واولياء امور كتير بيطالبوا ان الامتحانات تتقدم، و يعني مشاكل كتير بسبب خوف الطلبة واولياء الامور من حالات الجدري والموضوع المنتشر على السوشيال ميديا. اتمنى نحط اللايك، اللي مش مشترك في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. كشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم حقيقة الأخبار اللي تم تداولها بين أولياء الأمور وجروبات الماميز حول تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول، اللي هي المفروض يتم انعقادها في منتصف يناير. والجداول على فكرة نزلت، عامل لكم فيديو إن شاء الله بجداول جميع الصفوف الدراسية بإذن الرحمن. وأكدت المصادر في تصريحات ل 24 القاهرة 24 إن كل ما أشيع حول هذا الأمر لا أساس له من الصحة. ما هو مش معقول الجداول تنزل امبارح النهاردة الامتحانات، يا جماعة الامتحانات اتأجلت، يا ميس خديجة هي اتأجلت، بالله عليك رد علينا. مش معقول يعني. الجداول لسه نازلة، يعني لسه حتى ما نزلتلكمش فيديو الجداول. واي اجراء على اي تعديلات في الخريطة الزمنية مفيش اي تغيير فيه. وحول ما اشيع بين اولياء الامور ان السبب هو جدري القرود، لا سيما ان اعلان الجداول جاء بعد ظهور حالة ايجابي بالمرض واخرى مخالطة. ونفت الوزارة صحة هذه الامور، واكدت على ان وزارة الصحة والسكان مؤكدة على ان الوضع امن ولا يوجد ما يدعو للقلق بين الطلاب. وأشارت المصادر إن امتحانات في موعدها المحددة، ووضحت إن الوزارة هتخاطب المديريات التابعة لها بالمحافظة عشان تشدد على الالتزام بالخريطة الزمنية المعلنة، وعدم إعلان أي جداول مخالفة لخريطة الوزارة المعلنة سابقا منذ بداية العام الدراسي. كمان الوزارة شددت على أولياء الأمور عدم الاستماع لأي شائعات من شأنها إثارة البلبلة. أنا عايزة أقول لكم بس حاجة، إن إن كان في حالة من القلق جامد جدا في محافظة الشرقية وأسيوط، عشان امتحانات الفصل الدراسي الأول اللي هي جت قبل ميعادها، يعني المواعيد اللي نازلة قبل الميعاد. يعني طب احنا هنلحق نخلص ايه ازاي؟ وهوبا بعديه على طول جاء ظهور بعد ظهور حالات والكلام ده كله. والكلام ده كله الوزير أكد إن الامتحانات هتبقى في ميعادها، بداية من كذا هنحط الجداول، لكن قبل كده مش هينفع أنزل الجداول. تمام كده. فاحنا متعودين ان كل سنة قبل الامتحانات بيحصل القلق ده كله. ما تقلقوش ان شاء الله الامتحانات في مواعيدها.